حياكم الله، مرحبا، أهلا وسهلا. وسط الزخم الكبير للأحداث هذا الأسبوع، عيوني التقطت بعض الأحداث الرياضية المتميزة وبعض المستجدات والمرتبطة خاصة بالدوريات الأوروبية الكبرى ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإفريقي وأحداث أخرى متفرقة. بدايتها طبعا ستكون من قرار الرابطة الفرنسية لكرة القدم معاقبة الدولي الجزائري يوسف عطال بالإيقاف لمدة 7 مباريات بسبب إعادة تغريدة على حساب من حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي. التعليق الأولى للجزائريين أغلبها رحبت بالعقوبة لأنها في نظرهم تشرف عطال وتشرفهم وتشرف الجزائريين، ولكنها في نهاية المطاف كانت مرتقبة ومنتظرة، تؤثر على يوسف عطال من دون شك، أولا من الناحية النفسية، ثانيا تؤثر عليه من دون شك من الناحية الفنية، لأن اللاعب سيغيب 7 مباريات إلى غاية نهاية شهر ديسمبر المقبل. معناها أنه سيقبل على نهائيات كأس أفريقيا القادمة في كوت ديفوار وهو من دون أي مباراة في رجليه. لا أعتقد بأن جمال بالماضي سيستغني عنه، بل بالعكس سيصر عليه، وأتصور بأنه ستكون فرصة ومناسبة ليوسف عطال بأن يأخذ هذه البطولة بكامل قدراته وإمكانياته وبإصرار كبير جدا يحاول به من خلاله تعويض ما فاته في مباريات الدوري الفرنسي التي سيغيب عنها لمدة 7 أسابيع ابتداء من نهاية هذا الشهر. العقوبة هذه تحيلني إلى كريم بنزيما الذي تصوروا معي لو كان يلعب في الدوري الفرنسي كان سيعاقب ب70 مباراة وليس 7 أو حتى ب70 سنة، لأنه جزائري الأصل، لأنه أيضا مسلم، ولأنه لم يردد في حياته النشيد الفرنسي أثناء مباريات المنتخب الفرنسي. هذا الذي يعاب عليه، وهذا الذي يؤكد هذا الكيل بمكيالين، ليس فقط في المجال الرياضي ولكن على كل المستويات السياسية والفنية والثقافية، بالإضافة إلى المجال الرياضي طبعا. وسط زخم الأحداث أيضا نسجل هذا الأسبوع عودة المنافسة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، وتألق 4 نوادي بعد الجولة الثالثة، هي البايرن، ريال مدريد، مانشستر سيتي وكذلك برشلونة. هذه الفرق فازت بمبارياتها الثلاثة. نسجل أيضا عودة الروح إلى فريق مانشستر يونايتد، وبفضل من؟ بفضل هاري ماغواير الذي سجل هدف الفوز لناديه مانشستر يونايتد أمام نادي كوبنهاغن. لو تعثر هذه المرة كان سيدخل في نفق أكثر ظلمة بعد النفق الذي دخله من خلال نتائجه وأداؤه على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز. أي نعم، تألق البايرن والريال والمان سيتي بالإضافة إلى برشلونة، ولكن تألق مانشستر يونايتد بفوزه ولو الصعب على فريق كوبنهاغن يعيده إلى أجواء المسابقة والمنافسة قبل 3 جولات. طبعا الرائد يبقى البايرن الذي يكون قد ضمن تأهله بنسبة كبيرة. جالاتا سراي لعب مباراة كبيرة أو لعب ساعة كبيرة أمام فريق بايرن ميونخ قبل أن ينهار. جالاتا سراي اللي فاز على المان يونايتد في الأولد ترافورد ب4-3، واللي يحتل المركز الثاني ب4 نقاط، ثم يأتي المان يونايتد بنقطة واحدة. حدث آخر هذا الأسبوع، مرور الكرام وسط، دائما عاود نسترجع كلمة زخم، وسط زخم كبير جدا من الأحداث ليس فقط في المجال الرياضي. مرور الكرام نقصد به دوري السوبر الإفريقي الذي كان أعلنه تذكرون في 2019 رئيس الاتحاد الدولي إنفانتينو، وكان أعلن ذلك الوقت عن 100 مليون دولار كمكافآت وجوائز، وأعلن عن مشاركة 24 فريق من إفريقيا. كانوا حابين يعملوا سوبر أوروبي في إفريقيا، يعني الفكرة اللي كانت في أوروبا والتي لم تنفذ ورفضها الاتحاد الأوروبي ورفضتها حتى الفيفا. ممكن الاتحاد الدولي لكرة القدم أراد أن يجربها في إفريقيا، أقول أجربها حتى لا أستعمل كلمة أخرى، أراد أن يجربها في إفريقيا وأصر على تنفيذها، وبدأت ب8 فرق وليس ب22 فريق. أثارت اختياراتها الكثير من التساؤلات في الأوساط الكروية، سواء في شمال القارة أو في جنوب القارة وحتى في وسطها. من الجانب العربي في شمال إفريقيا 3 أندية تشارك، هي الأهلي، الوداد والترجي التونسي. النهائي سيكون في 11 من شهر نوفمبر المقبل في مسابقة
مثيرة للجدل. مسابقة تأجلت منها مباراتين من الأربعاء إلى الخميس. هذا دليل على أنه مسابقة مرتبة كما ينبغي ومنظمة كما ينبغي، وجاءت في وقتها وتولى لها الأهمية الكبيرة. لاعب هذا الأسبوع ليس مبابي ولا هولاند ولا ليفاندوفسكي ولا جود بيلينغهام، وإنما هو لاعب إفريقي غيني يلعب في نادي شتوتغارت. تصوروا معي، حقق رقما تاريخيا لم تتحدث عنه كثيرا وسائل الإعلام خاصة في أوروبا، ربما لأنه غيني، اسمه سيرو جيراسي. هذا الذي سجل 14 هدفا في 8 مباريات في دوري البوندسليغا لهذا الموسم. شتوتغارت اللي يحتل المركز الثاني، ولكن للأسف الشديد هذا اللاعب أصيب في آخر مباراة سجل فيها هدفا، أصيب وسيغيب لأسابيع طويلة عن فريقه، وقد يغيب حتى عن نهائيات كأس أفريقيا المقبلة مع منتخب بلاده غينيا. أتصور بأنه هو لاعب الأسبوع في نظري، لأنه لأول مرة في البوندسليغا عبر التاريخ لاعب يسجل 14 هدفا في 8 مباريات. العام اللي فات هداف الدوري الألماني كان مسجل 16 هدف، فهو بلغ نفس رصيد هداف الموسم الماضي بعد 8 جولات فقط من انطلاقة الموسم. فريق الأسبوع هو أيضا من الدوري الألماني. طبعا هو خيارات فريقنا، الفريق العامل على هذه الحلقة. فريق الأسبوع في تصورنا هو بايرن ليفركوزن. رأي ترتيب الدوري الألماني أفضل من البايرن وأفضل من بروسيا دورتموند، الذي سجل أول بداية جيدة له في تاريخه أولا، وأول بداية جيدة كذلك في تاريخ النادي. من 8 جولات حقق 7 انتصارات وتعادل 1 في رصيده 22 نقطة رائد الترتيب. والأجمل من كل هذا أنه مسجل 25 هدف في 8 جولات لحد الآن بمعدل 3 أهداف في كل مباراة. يستحق أن يكون أفضل فريق لهذا فريق الأسبوع، لأنه حتى عدد الأهداف هذا يسجل لأول مرة في التاريخ. لأول مرة في التاريخ منذ موسم 55-56. قد يقول البعض خيارنا غير موفق عندما نتحدث عن باير ليفركوزن كفريق الأسبوع. البعض قد يقول بأن توتنهام هو الذي يستحق أن يكون فريق الأسبوع، بل فريق بداية الموسم بعد 9 جولات من عمر الدوري يحتل الريادة بفارق نقطتين عن حامل لقب نادي مانشستر سيتي، وكذلك عن نادي أرسنال. توتنهام بمجموع 23 نقطة، 7 انتصارات، تعادلان، لم يخسر لحد الآن. ليس هو الفريق طبعا الوحيد الذي لم يخسر في الدوري لهذا الموسم، بل أرسنال هو كذلك لم يخسر في الدوري لهذا الموسم. يقول في إنجلترا بأن الفضل في هذا الوجه الذي ظهر به توتنهام في بداية هذا الموسم هو يعود لأونجي بوستيكوغلو، مدرب أسترالي يصنع الفارق في الدوري الإنجليزي الممتاز. كان يدرب فريق سيلتيك، لم يدرب فرق كبيرة قبل اليوم. من سيلتيك انتقل إلى توتنهام ويقود إلى ريادة الترتيب بفارق نقطتين عن البطل السيتي وعن النائب فريق أرسنال، ومن دون خسارة، 7 انتصارات، تعادلان لحد الآن بالنسبة لفريق توتنهام. تقريبا هذه الأحداث التي شدتنا هذا الأسبوع. الأسبوع المقبل سيكون فيه كلام عن أحداث كبيرة جدا، أولها سيكون مع الكلاسيكو المقرر هذا السبت بين البارسا والريال، من دون رونالدو ومن دون ميسي. ليست المرة الأولى طبعا في بداية موسم يأتي. سيكون مثير، سيلعب في برشلونة على غرار كل المواجهات بين البارسا والريال. سيكون الموعد هذا الأسبوع كذلك مع منح جائزة أفضل لاعب في العالم حسب المجلة الفرنسية فرانس فوتبول. ثلاثي ينافس على لقب ليو ميسي، هولاند وكيليان مبابي. أغلب الظن أن ميسي هو الذي سيفوز بالجائزة الأخيرة له، جائزة فرانس فوتبول الأخيرة له في مشواره بعد تنقله لإنتر ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية. الجائزة الأخيرة هي الثامنة طبعا. لماذا؟ لأنه فاز بلقب كأس العالم. لماذا ندخل لقب كأس العالم؟ لأن الجائزة الماضية لم تدخل فيها
مسابقة كأس العالم، لأنها وزعت في 30 أكتوبر يعني قبل نهائيات كأس العالم. فهذه المرة يدخل التتويج بكأس العالم في المسابقة. ميسي لم يكتفي بتتويج بلقب كأس العالم، بل كان الهداف ب7 أهداف و3 تمريرات حاسمة. ميسي أيضا فاز بالدوري الفرنسي مع فرنسا، وكان سجل مع باريس سان جيرمان وسجل 16 هدفا. أغلب الظن أن ميسي، لأنه حتى بالنسبة لمجلة فرنسا فوتبول منح الجائزة لميسي يعطي الجائزة قيمة أكبر، منح لميسي أو رونالدو يعطيها جائزة أكبر. فلذلك أتصور بأن ميسي سيفوز بلقب جائزة أفضل لاعب لسنة 2023 حسب المجلة الفرنسية فرنسا فوتبول. المركز الثاني سيكون من دون شك من نصيب هولاند صاحب 53 هدف الموسم الماضي. هولاند اللي فاز بالثلاثية مع فريق مانشستر سيتي، دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد والدوري المحلي، في حين مبابي أكيد سينال الجائزة المركز الثالث ضمن هذه الجائزة بعد فوزه بلقب الدوري الفرنسي ووصوله نهائي كأس العالم مع منتخب فرنسا في نهاية 2022. الجديد هذه المرة هو أول مرة منذ 2005 يغيب كريستيانو رونالدو عن قائمة المرشحين للفوز بالجائزة منذ سنة 2005. الجائزة برحيل رونالدو ثم ميسي أكيد أغلب الظن الموسم المقبل سيغيب عن القائمة. أعتقد بأنها ستفقد الكثير من قيمتها حتى في وجود كيليان مبابي وفي وجود هولاند وفي وجود جود بيلينغهام، وربما في وجود نجوم آخرين صاعدين سيظهرون هذه السنة والمواسم المقبلة. هذا كل ما لدينا، شكرا لكم، سلام.